السلام عليكم ليكيب. كيما راكم تشوفوا السيرتا راهي مضروبه واحد الضربه طولت باش تبرا. عمرك ولا تتعامل مع حيوان بالعنف ولا بالخشانه، على خاطرش ما راش تلحق لهذه النتيجه وما راش تلحق لهذا المستوى. والصوت مع العصا ما راهمش ادوات تاع الضرب وتاع العنف. العصا والصوت نستعملوهم لتوجيه الحيوان وين رانا حابين يروح وين رانا حابين يلحق فقط. 4 شهور كانت كافية باش ندخل يدي ما بين القفص ونمس الحيوان المفترس بكل ثقة وبكل راحة، وهو داير فيا الثقة وعطيني الجهة اللي فيها الجرح، وانا نديرلو الدواء ونعالج داك الجرح بلا ما نخدرو وبلا ما نديرلو لانستيزي جينيرال. هذه هي الطريقة ولا هذه هي النتيجة اللي كنت حاب نوصل لها كي كنت نخدم في حديقة الحيوانات في العاصمة. كانوا يضحكوا عليا يقولوا لي هاد الشيء محال. الحمد لله اليوم جربت ونجحت. اليوم جبت البيطاري عطاني اسم الدواء اللي لازم نديره وراني ندير فيه بلا مخدر، بلا ما ندخل عند الحيوان ولا بلا ما ندخل البيطاري عند الحيوان الداخل. من قوة العلاقة اللي مليحة ما بيني وبينها ما يسحقش الحيوان ان نرقدوه باش نديروا له العلاج. علاش هذا الشيء اللي هذه يقولوا التدريب الطبي. اروحوا معايا. هنا راح نبدا ندير دواء ولكن في السماء باش تتعود على الصوت تاع القرعه. انا سمعت وما عرفتش وشنو، لو كان ندير لها ديريكت في ودنها تتنخلع. الزوم هنا دير الزوم. شافي
على كل حال الاسود كامل يتقلقوا من الدواء وما يحبوش تمسهم في الجرحى تاعهم. على هذا الشيء كنت تشوفوا سيرتا حبت تهجم عليا ولا ما حبتش ولا ما تقبلتش ندير لها الدواء. هذا الشيء طبيعي في عالم الاسود. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. السلام عليكم.